كنت وعدتكم قبل كده ان انا هعمل ريفيو تاني عن صن سكرين من ميلا تايم بعد ما اجربه. انا جربته بصراحه فتره طويله قوي، وجربته تقريبا في كل الاجواء، في الصيف وفي الشتاء، في الربيع والخريف كمان، وعايزه اقول لكم شويه تعليقات عليه. في الفيديو الاصلي انا طبقته قدامكم وخرجت بيه شويه كده، وقلت لكم ان هو تاثيره حلو، وهو فعلا دراي تاتش، والتقنيه الكوريه اللي فيه بصراحه انا ما شفتهاش في اي نوع صن بلوك تاني. وكمان هو درجه حمايته بلس 50، وفي فلاتر حمايه حلوه قوي وكويسه ومعقوله، بس مع الاسف في عيب واحد ظاهر ليه. بصوا، هو اولا لا بيدهن ولا بيسيب طبقه بيضه طبعا لانه هو اصلا شفاف، ولا بيعرق ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. مشكلته الوحيده ان هو لازم يتجدد كل ساعه. هو مش احسن حاجه مع الاسف في فصل الصيف، واكيد طبعا على الشواطئ والمصايف مش هيكون احسن حاجه. المشكله فيه بقى ان هو ركز لي على المناطق اللي فيها تصبغ في الوجه. انا دايما عندي هنا تصبغات في المناطق دي من ايام الطفوله يعني، وكنت خلاص المشكله دي يعني لحد ما بتعامل معاها. واللي ضايقني فيه اكتر ان هو ابتدى يظهرها لي ويركزها لي، وبعد ما بغسل وشي منه بعد ما برجع بلاقي ان المكان ابتدى يغمق كده ويظهر اكتر من الاول. جربته بصراحه كذا مره في كذا جو. هو حلو قوي قوي في الشتاء، لكن في الصيف انصحك لو انت جايباه او حابه ان انت تستخدميه في الصيف جدديه كل ساعه. ما تستخدميهوش في الخروجات الطويله اللي هي هتقعدي فيها مثلا فيها كذا ساعه ومش هتقدري ان انت تجدديه لانه هيسمرك. بصوا بقى، في حيله كمان انا عملتها عشان استفيد منه بصراحه لاني بحبه. جبت صن بلوك اللي هو العادي بقى، اي نوع بقى درجه حمايته حلوه، بطبقه كمرطب قبل تطبيق الميلا تايم سان سكرين. بسيبه كده شويه بس دقيقتين 3 عقبال ما بينشف. كولاجرا بقى او صن اندسيه، اي نوع بقى انا بحبه بصراحه، واثقه فيه ان هو درجه حمايته عاليه. وبعديها بشويه بجيب الصن سكرين ميلا تايم، هو لونه شفاف عامه اهو، وبطبقه قبل الخروج كده بتقريبا تلت ساعه. بيبقى برده حلو قوي. الفكره دي برده حلوه قوي لو انت جايباه وحسيتي برده زي ان هو مش بيحمي بشرتك قوي في الشمس الصيف اللي هي شديده جدا، بيفضل دراي تاتش. بس اهم حاجه انت طبعا الصن سكرين الاولاني ده بتستخدميه بدل المرطب، يعني ما تحطيش طبعا مرطب معاه. هنزل لكم دلوقتي صوره اضغطوا عليها فيها كل انواع الصن بلوك والصن سكرين اللي انا جربتها. وما تنسيش تشتركي في القناه لو محتوى القناه عجبك واستفدتي من الفيديو. دوسي برضو لايك. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.